حالة جدل وضجة كبيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد زواج أسماء شريف منير بشكل مفاجئ الخميس الماضي. ابنة الفنان الشهير شريف منير قالت إن قرار الزواج خوفاً من إنها تقع في الغلط، وإن الزواج أحسن ستر للمطلقة بالذات، وعايزة ربنا يسترني ويعوضني خير. قرار جوازها اللي لا يخالف شريعة ولا قانون، وتصريحاتها العادية استفزت البعض على ما يبدو، وكانت التعليقات سخيفة ومرعبة بدون أي سبب. أسماء شريف منير ظهرت في فيديو أثناء عقد قرانها في منزل والدها الفنان شريف منير، واللي قال للعريس إنه مش طالب منه أكتر من إنه يكون حنين على بنته ويصونها، وإنه مش هيعيش لها العمر كله، وإنه عايز يطمن عليها، خاصة إنه بيعتبرها أمه مش بنته. ورغم إن أسماء مرت بفترة صعبة قوي بعد انفصالها مؤخرا عن زوجها التاني الفنان محمود حجازي، ودخلت في حالة نفسية سيئة وتعالجت منها، إلا إن البعض ما رحمهاش بسبب تصريحاتها دي. جوزها من خارج الوسط الفني اسمه أحمد شامل عزمي، متخصص في الرقص المعاصر، تخرج من برنامج التدريب الاحترافي بمركز القاهرة للرقص المعاصر، وقرروا يعملوا احتفال بسيط في المنزل بدون بهرجة. أسماء خرجت في مقطع فيديو بعد زواجها وقالت: رد الفعل على زواجي أكد لي إن الله رزقني، تعلمت من هذه التجربة ألا أفصح عن أي شيء قبل أوانه، أدركت أهمية الخصوصية، وأن هناك أمورا شخصية لا ينبغي مشاركتها مع الجميع. وأضافت كمان: أول فرحة لي بزواجي من أبو بنتي، أقمنا حفل زفاف ضخم في أحد الفنادق الكبرى، لكني لم أستفد شيئا من كل ذلك. الفلوس اللي اتصرفت وقتها كان أولى إننا نعمل بيها حاجات كتير، وكنت عايزة أثبت ده لنفسي. الفرحة مش بالفلوس، وإنما بالستر والرضا من عند الله. الزواج هو الستر الحقيقي، خاصة للمطلقة، والصحيح إن المطلقة لها كل الحق في إنها تبدأ حياة جديدة وتتزوج.